نروح لغزة. غزة في فلسطين بيعشقوا نادي الزمالك. هنشوف بعتوا لعزيز على الفيسبوك. تعالوا نتفرج مع بعض شوفوا عملوا ايه. زي ما انتم شايفين في غزة رغم المآسي والحاجات النفسية اللي بيمروا بيها والاحتلال، ولكن حبا في نادي الزمالك وعلم فلسطين وعلم الزمالك في غزة، كل ده في غزة بعتوا على الفيسبوك حبا في نادي الزمالك ومرور 100 عام على انشاء هذا النادي العظيم. طيب تعالوا نسيب غزة، واعتقد بشكر طبعا كل الناس في غزة الزملكاويه والاهلاويه وكل الناس، بس بشكر الناس طبعا اللي بعثوا لعزيز حبا في نادي الزمالك. اعتقد كان كمان في الكويت في دول كتيره، بس احنا النهارده بنعرض غزه وبنعرض طبعا الجديد كله طبعا عشان في حاجات هتنزلها في الفيديو، في حاجات في الكليب طبعا. الكويت عملوا تجمع جميل برضه في عند الابراج، وعملوا مسج كده لجماهير الزمالك ان هم مغتربين في الكويت بيحتفلوا بالمئويه. حاجات يعني احنا بنشوف النهارده عينات، بس عايز اقول لك ان كل حاجه بنشوفها يعني قد ايه الواحد كان بيبقى مبهور. انا على المين لما كان بيجي لي الحاجه يعني كنت بحس ان يعني قد ايه جماهير الزمالك دي جماهير عظيمه، ودي نادي الزمالك ده نادي كبير ونادي عظيم، ليه مشجعين في كل انحاء العالم، في كل انحاء العالم، رغم ان هو اخر بطوله كسبها من قد ايه؟ من 6 سنين. هو ده في كاس مصر اعتقد من 4 سنين. تعال نشوف الكويت كمان الناس بعتوا عملوا ايه في الكويت. مع بعض بنحبك